مميزات العريس. قولي يا ابوه محاسب يا جماعه، والولد شغال مهندس ميكانيكا، ومعاه مبلغ محترم مشغله في التجاره. وبس مشكلته بقى العيوب بقى اللي فيه ان هو ما عندوش شقه ولا عربيه. واخدين بالكم يعني؟ فعلا ده العيب، هو وابوه. ايه العيب؟ امه ست محترمه جدا. العيب بقى ان هو ما عندوش شقه ولا عربيه. ابوه فهي شغلة ابوه ايه؟ ابوه معاه عربيه. لا ايه؟ 27 معموله قهوه من ورا. مقطع فيديو أثار الكثير من الجدل في مصر وخارجها. وابنتها يستهزئان ويسخران من العريس أو الخطيب الذي تقدم لخطبة ابنتها، يتكلمون مباشرة عن وضعه المادي، ويعني كلامهم فيه كثير من الاستهزاء، وهذا أمر مرفوض تماما ومعيب ويسيء إلى سمعة الفتاة والمرأة المصرية. ليس هكذا يتم يعني تكوين الأسر والعائلة. مفروض يكون هنالك الكثير من الضوابط والأخلاقيات حتى يستطيع الإنسان سواء الزوج أو الزوجة إكمال مشوارهم وبناء أسرة محترمة. أما الحديث فقط عن جانب الماديات، ماذا عند العريس وماذا يملك وماذا كذا، هذه الأمور تفسد يعني تفسد المشروع وتهد المشروع من أساسه، لأنه ليس كل شيء في العلاقة الزوجية هو مبني على الماديات. لست أدري ماذا ستكون ردة فعل الخطيب عندما يشاهد هذا المقطع وهو منتشر بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ربما حسب ما قرأت في التعليقات فإن هذا الفيديو جاء هدية له لينقذه من وضع صعب مع هذه الفتاة وأمها. يعني الفيديو عوض أن يسيء له فقد جاء لينقذه فعلا. وتقريبا أكثر التعليقات أخذت نفس هذا الاستنتاج.